اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وبسلام. انا بشكر كل اللي داخل لي في القناة جوه مصر وبره مصر. ويلا يا حبايب نشوف ست الحباب عامله ايه النهارده. انا عامله معاكم السردين الجميل اللذيذ اللي شكله يتكلم عنه. زي ما انت شايفه كده، بعد 7 ايام طلعته من الكياس وشوفي شكله ايه. شكله جميل ازاي. هنمسكه نخليه كله ونحطه في بلاستيكه وندخله التلاجة ونحط له حبة زيت وندخله التلاجة ناكل منه. بص جميل ازاي. بص يا حبيبتي، من بعد النهارده ما هتحتاري ولا تقولي عاوزه نجيب حاجه حادقه من بره ولا حاجه. لو نص كيلو سردينه هتعمليه في بيتك. شوفي جميل ازاي والله ودايب. مش عارفه نقطعه بس علشان معايا الكاميرا. بص يا حبيبتي، بالله عليك وحياة ولادك خلي بالك من مطبخ ست الحبايب. بالله عليك خلي بالك من مطبخ ست الحبايب في اللايكات واشتراكيلي وفعلي لي زرار الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتي. ويلا يا بنتي نشوف الطريقة. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وبسلام. انا بشكر كل اللي داخل لي في القناة جوه مصر وبره مصر. ويلا يا حبايبي نشوف ست الحبايب كده. انا عاوزة اعمل معاكم السردين المملح. اليومين دولت السردين يامي وجميل. بصي السردينة جميلة ازاي اهي. جميلة السردينة ازاي. هنملحوه النهاردة كده مع بعض بدل ما نقعدوا نشتري كل حاجة بتعملها في البيت حلوة. انا معايا يا حبايبي السردينة قدامك جميلة ازاي. انا معايا بص كده، معايا معلقتين ملح هنحط كده. معايا 3 معالق ملح. معايا معلقة كركم. معايا شطة برضو من الحمرة ديت. بقلبهم على بعض كده. بص كده، بص الجمال كده والحاجات الحلوة ديت. بمسكهم اقلبهم بقى كده على بعض زي ما انت شايفة كده. واعمل ايه؟ بمسك بقى سمكة. بص كده على طريقة ست الحبايب كده. علشان بصي بمسك السمكة كده ادوس عليها ونحطها. بص بقى بتبقى شكلها ايه بقى كده اهي. بص كده سمكة. بص السمك شكله ايه. مش عاوز كلام والله. اهو هنخلصه زي دي كده يا حبيبتي وهرجع لك عشان معايا الكاميرا. بص انا عملت الكركم والملح وشويه الشطه اللي هي ايه من عند العطار الناعم. بص كده اهي. بص السردين بقى عشان تاخدي شويه سردين عسل. بصي وصفه ست الحبايب جميله ازاي ولذيذه ازاي. هخلص الكميه اللي معايا وارجع لكم. ورجعت لكم يا حبايبي بعد ما مسكته واحده واحده كده زي ما وريته لكم زي ما هو. زي ما مسكته. بص انا برضو تاني. بصي شوف شكله ايه. السردين جميل ازاي وشوف شكله ايه. شكله يتكلم عنه. بص الجمال والحلاوه اهو. مسكته لفته واحده واحده زي ما وريتكم كده. ادي التخليل، ادي تمليح السردين. شفت بقى تمليح السردين جميل ازاي. شكله يتكلم عنه. ادي التمليح السردين جميل ازاي. جميل ولذيذ ازاي. يلا بينا بقى نعبوه مع بعض. انا معايا بلاستيكه هي في قلبها كيسه. همسك برضو حبه من اللي انا كنت الخلطه اللي انا كنت عاملاها معاكم اهوت. انا هعمل معاكم كل حاجه يا حبايبي. بسم الله الرحمن الرحيم. شوف السردين جميل ازاي. شكله يتكلم عنه. بصي هنرصه بقى واحده واحده كده اهو. واحده في ريح واحده كده وفي الكيس. عشان ايه؟ بعد 7 ايام كل يوم بقى في ال7 ايام دول كل يوم عاوزاك تعملي ايه؟ تمسكي الكيسه تقلبيه. بص انا بحطه فوق بعضه اهو يا حبايبي. اهو يا حبيبتي بعد ما بعبيته في البلاستيكه. بص شكله ايه. اللي يشوفه يقول كده السردين اتملح. شكله يتكلم عنه. بالله عليك اسمعي الفيديو للاخر عشان هتستمتعي بيه وتملحي زيه. والله ما حد ملح التمليحه ديت في اي قناه. بصي بقى انا خلصت منه. معايا حبه هم فاضلين من التمليحه. الشطه والملح وشويه الكركم بحطهم كده اهوت.
وهمسكه بقى الفه في كيسي، في كيسين ولا 3، عشان كل يوم نمسك الكيسه نقلبها على الجنب دي وعلى الجنب دي، عشان السردينه تبقى جميله ومتملحه بحالها زي بعضها. عمل يا حبيبتي ما يستوي هفتحوه سوا مع بعض. بالله عليك ان وصلت لغايه كده، بالله عليك وحياة ولادك خلي بالك من مطبخ ست الحبايب، في اللايك واشتركيلي وفعلي لي زرار الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتي. والسردين جميل، واللي يشوفه يقول ده متملح اهو. مفيش حد ملح السردين زي ست الحبايب النهارده. يلا بينا يا حبايبي بعد ما يستوي هنفتحوا البلاستيكه مع بعض.